سوزي بتقول: أنا كنت مدرسة لغات، وأنا صغيرة كنت باحب السباحة أوي، بس بابا قرر إني ما أكمّلش في مسابقاتي علشان آخُد بالي من مذاكرتي، وفضل طبعًا الحلم ده دايمًا في بالي. اتجوّزت وولادي كبروا واتجوّزوا وخلّفوا، وبقى عندي أحفاد حلوين خالص. بعد ما طلعت معاش قررت أحقق حلمي، بدأت أرجع لحلم السباحة تاني، بقيت أدخل مسابقات، وشوية شوية بقيت بطلة، وبطلة معروفة كمان. كل الناس بقت تعرفني، بقى عندي أصحاب كتير. أنا دلوقتي مبسوطة، رغم إن في ناس بتقول هي متصابية، مش كفاية عليها كده؟ هي عايزة إيه تاني من الدنيا؟ هي الناس بتحبطني ليه؟ يخبطوا راسهم في الحيط بمنتهى البساطة. أنتِ إنسانة عندِك شخصية، طموحِك ما زال في مراحله ومش متوقف، حققتِ حلمِك، مين متضايق من إيه؟ طب ما أنا ليّا ناس كتير أوي أعرفها بدأوا دراسات جديدة خالص في سن كبير، وأنتِ عملتِ إيه غلط؟ الناس اللي بتقول ده دي ناس معقدة، هم عندهم مشاكل نفسية، غيرانين، متضايقين، أي حاجة سلبية غير إن هم عاوزين مصلحتِك. ربنا يهنيكِ ويسعدِك، السباحة حلوة ليكِ ولصحتِك، والأهم من ده كله إنِّك بتعملي حاجة نِفْسِك تعمليها.